حقيقة انفصال شيري عادل وطارق صبري، وليه حذفت كل الصور اللي بتجمعها هي وطارق. أهلا بيكم في فيديو جديد. وقبل الخبر، اللي مشتركش في قناتنا يشترك عشان يعرف كل جديد، وما ينساش اللايك والكومنت. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبار انفصال الفنانة شيري عادل عن زوجها الفنان طارق صبري، وده بعد أقل من سنة من زفافهم، وبعد ما شيري قامت بحذف صورها هي وزوجها من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. شيري عادل وطارق صبري بيشاركوا دايما جمهورهم من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بصورهم اللي كانت بتبين دايما رومانسيتهم مع بعض في مختلف المناسبات. وبعد حذف الصور دي، وطبعا حذف الصور بيبين أي خلاف بين الفنانين المرتبطين، والأنفولو كمان زي ما حصل بين فنانين منفصلين في الفترة اللي فاتت. كمان الفنان طارق كشف حقيقة انفصاله عن شيري بعد تداول الشائعات، وقال للمواقع الفنية إن كل الصور والكلام ده مش حقيقي، وإن الصور اتشالت بسبب خطأ في الحساب، وربنا يهدي اللي بيطلع الشائعات، والصور موجودة على حسابي. واتكلمت شيري عن زوجها طارق صبري وأكدت إنه زوج داعم ومشجع، وقالت إن في اتنين بيبقوا متجوزين من نفس المجال فبتحصل ما بينهم غيرة في العمل، إنما هو بالعكس عاوزني أحسن، وبيشجعني وبيقنعني وبيدفعني كمان لقدام، لأني دايما مترددة في الشغل، وهو بيقول لي اقبلي شغل عشان تبقي دايما موجودة مع جمهورك. وقالت وأحلى حاجة فرحتني مباركات الناس في السوشيال ميديا، وكملت كمان فرحتي بجوازي من الراجل اللي بحبه. وقالت احنا نعرف بعض من 6 سنين لما اشتغلنا مع بعض في بنات سوبرمان، وكنا صحاب جدا، وبعد كده الصداقة اتحولت لحب. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. تابعونا في فيديو جديد.